المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات. السفير في ساحة بطرس يلقي سيمينارا في المهرجان الوطني للدول الاسكندنافية. سيمينار لمساهمة الطلاب في سلامة وحفظ الموارد الطبيعية في إقليم عنسبة. اتفاق تاريخي بين استراليا وبريطانيا وقواصات نووية ل50 عاما. جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي. وإطلاق القمر الصناعي الإيراني للاتصالات ناهد 2 بصاروخ روسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرجت كلية الطب والعلوم الصحية اليوم 26 من يوليو 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات، 215 أي 55% منهم طبيبتان بشهادة الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم. وتخرج 7 منهم بتخصص في الأمراض الباطنية والجراحة وأمراض النساء والتناسلية، بالإضافة إلى طب الأطفال بشهادة الدراسات العليا. فيما تخرج 103 منهم في تخصصات الطب العام والتمريض والصيدلة والتوليد وعلم التخدير وطب الإسعافات الأولية وطب العيون وعلوم المختبرات الطبية بشهادة البكالوريوس، و281 آخرون بشهادة الدبلوم الجامعي في تخصصات التمريض العام والصيدلة والصحة البيئية وطب الأسنان والمختبرات والأشعة. وذكر عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور يمان السيوم في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر أن الخريجين سيساهمون في ضمان الصحة العامة والمستدامة وتحسين الخدمات الصحية وخفض تكاليف العلاج والتعليم الطبي وسد النقص في طاقم التعليم والكادر الطبي بشكل واسع. وأفاد بأن الطاقم التعليمي للكلية يتكون من 70 طبيبا إريتريا و20 أخصائيا أجنبيا و12 مواطنا لا يزالون يواصلون دراساتهم التخصصية في داخل البلاد وخارجها. وأوضحت ضيفة الشرف في مناسبة التخرج وزيرة الصحة آمنة نور حسين، أوضحت بأنه يتم تسجيل النجاحات في جميع القطاعات الحيوية نتيجة للاستثمار الضخم الذي تقوم به الحكومة في مجال التعليم الأكاديمي كما هو الحال في الصحة، حاثة الخريجين على العمل الجاد لتطبيق الإرشادات والخطط الصحية بالمهارات التي يكتسبوها وبالعهد الذي أقسموا عليه. وأشار ممثل الخريجين إلى أن دور مساهمة الشباب الذين يتخرجون كل عام في مختلف المهن له أهمية كبيرة في تطوير المرافق والخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا جاهزيتهم للعمل بتفاني وإخلاص، شاكرين للفرص التعليمية التي أتيحت لهم. وشهدت مراسم حفل التخرج الختامية تقديم الميداليات والشهادات التقديرية على الخريجين الحاصلين على أعلى الدرجات. قال السفير الإريتري لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى الدول الاسكندنافية السفير في ساحة بطرس، قال إن مهرجاناتنا هي مائدة احتضان والوحدة وأنها منبرا نورث تاريخنا وقيمنا الوطنية لشبابنا. وشكر السفير في ساحة كل من ساهم في نجاح الفعالية الوطنية السنوية في حديثه خلال السيمينار الذي قدمه للمشاركين في المهرجان الإريتري في الدول الاسكندنافية يوم 25 من يوليو، مشيدا بمسؤولية المرأة في تعزيز جميع الفعاليات الوطنية. وذكر أن المهرجانات التي استمرت لأكثر من 50 عاما ساهمت بشكل كبير في تنمية الأجيال، مؤكدا على أهمية دور أولياء الأمور في هذا الصدد وتعزيز مشاركة ومساهمة الشباب. وفي إشارته إلى الوضع الراهن، أوضح إلى أن إريتريا تتمتع حاليا بالسلام والاستقرار وتشهد تقدما في التنمية الوطنية، قائلا إنه لا شك في أننا سنهزم المؤامرات التي تهدف إلى عرقلة تقدمنا ورحلتنا إلى آفاق أعلى بصفوفنا الوطنية القوية وصمودنا القوي كما هو الحال دائما. وأضاف السفير في ساحة أن بناء الوطن عملية تتطلب دور مشاركة كل مواطن
موصيا إياهم بتعزيز مساهمتهم لإنجاح برامج التنمية الوطنية. وأبدى المشاركون من جانبهم استعدادهم لتحقيق البرامج المخطط لها من خلال تعزيز تنظيماتهم ووحدتهم الوطنية. يستمر المهرجان الوطني للإرتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية الذي افتتح يوم 24 من يوليو حتى يوم الأحد 27 من يوليو الجاري بمشاركة أكثر من 17,000 إرتري وإرتريا. عقدت سلطة الغابات والحياة البرية سيمينارات يوم 24 و25 للطلاب المشاركين في الحملة التنموية الصيفية في مديريات علا برعد وعد تكريزان وكرن وحقات للمساعدة في حماية الغابات والحياة البرية. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كاساتي تسفاسيون إن توعية الطلاب مهم لتصدي المصاعب التي تحدث نتيجة التغير المناخي عامة وتدمير الغابات ونزوح الحيوانات البرية. وذكر بأن أزمة المناخ وانخفاض الإنتاج الزراعي والمياه والتنوع الأحيائي وفقر التربة نتاج اقتلاع الأشجار، مناشدا للاهتمام ببرامج التشجير لخلق بيئة صحية ومراقبة قطع الأشجار. وأوضح بأن التغير المناخي أدى حاليا على المستوى العالمي في خفض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ومصاعب صحية في الإنسان، وأن وجود الأشجار له إمكانية انتفاء هذه المصاعب. عقد الاتحاد الوطني للمرأة سيمينارا يوم 24 و25 من يوليو في أسمرة بالتعاون مع اتحاد كرة الطائرة فرع الإقليم الأوسط ل150 من المشاركات في المناشط الرياضية والمدربين والحكام. تضمن السيمينار الارتقاء بقدرات وكفاءة المرأة ودور المرأة الرياضية في المجتمع وتطور المرأة في الرياضة والوسائل وقيم المرأة الإرترية وأهمية الثقة بالذات وأخلاقيات الرياضة ودور التعليم في الرياضة. ودعا رئيس اتحاد كرة الطائرة السيد جبرائي جيدي المرأة للاستفادة من الفرص والأرضية الرياضية القائمة، مؤكدا بأن الاتحاد سيقوم بتنظيم دورات تدريبية متنوعة. وأشارت المشاركات إلى أهمية وآنية السيمينار. في ختام السيمينار دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس ميكائيل المشاركات دعتهن لتسيير الأنشطة الرياضية جيدا بعيدا عن الأفكار السلبية والبالية والعمل الطليعي لإحداث التغيير في مجال نشاطهن. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم والأخبار العالمية. أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما ستوقعان اتفاقية التعاون لبناء غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية، ورحبتا بمراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في اتفاق الدفاع الثلاثي. والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الخارجية ديفيد لاميا بنظيريهما الأستراليين ريتشارد مارليس وبيني وونغ في سيدني لحضور اجتماع ثنائي سنوي. وتم الإعلان عن التحالف الثلاثي في 2021 لمجابهة القوى العسكرية الصينية المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ومن المقرر أن تحصل أستراليا على 8 غواصات على الأقل، بما في ذلك ما بين 3 و5 غواصات أمريكية مستعملة من طراز فيرجينيا. تجري جورجيا مناورات أغايل سبيريت بمشاركة أكثر من 2000 جندي من 10 دول وسط توتر مع الغرب. واستضافت جورجيا مناورات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات حلف الشمال الأطلسي الناتو في وقت تواجه فيه حكومتها انتقادات متزايدة حول توجهاتها السياسية وانحرافها المفترض عن المسار المؤيد للغرب وميلها أكثر اتجاه روسيا. وتندرج مناورات أغايل سبريت التي تجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 من أغسطس ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف، وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الصناعي الإيراني ناهيد 2 المخصص للاتصالات جرى إطلاقه إلى الفضاء على متن صاروخ روسي من طراز سويوز. وأضافت أن القمر الصناعي محلي الصنع أطلق بنجاح من قاعدة فضائية في روسيا. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن القمر هو قمر بحثي واتصالي، وجرى بناؤه بطلب من وكالة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد البحوث الفضائية في إيران. وأضافت أن الإطلاق جاء بعد تأجيل عدة مرات، وكان جزءا من مهمة متعددة الأقمار الصناعية شملت الأقمار الصناعية الروسية يونوسفير M3 و M4 بالإضافة إلى 18 قمرا صناعيا أخرى من دول مختلفة بما في ذلك إيران. وسبق أن أطلق الصاروخ سويوز أقمارا صناعية إيرانية مثل خيام وبارس 1 وكوثر وهدهد. الخبر الأخير: اجتاح إعصار كوماي شمال الفلبين مضاعفا من حدة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، ما أسفر عن معطل 25 شخصا على الأقل، وفقدان 8 آخرين، ونزوح أكثر من 278 ألفا من منازلهم. الإعصار ضرب اليابسة عند بلدة أوغنو في مقاطعة بانغاسينان مصحوبا برياح بلغ سرعتها القصوى 120 كم في الساعة، ومع تحركه باتجاه الشمال الشرقي بدأت شدته تتراجع تدريجيا لتصل سرعة الرياح المستمرة إلى نحو 100 كم في الساعة. وضاعف كوماي من قوة الأمطار الموسمية التي كانت قد أغرقت مساحات واسعة من البلاد خلال الأيام الماضية. وأظهرت لقطات بثتها وكالة أسوشيتد بريس سكانا في مدينة مالابون شمال العاصمة مانيلا وهم يسيرون في مياه وصل ارتفاعها إلى مستوى الخصر. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية الطب والعلوم الصحية تخرج 391 كادرا طبيا بمختلف التخصصات. السفير في الصحة عيون بطرس يلقي سيمينارا في المهرجان الوطني للدول الاسكندنافية. سيمينار لمساهمة الطلاب في سلامة وحفظ الموارد الطبيعية في إقليم عنسبة. اتفاق تاريخي بين أستراليا وبريطانيا غواصات نووية ل50 عاما. جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي. وإطلاق القمر الصناعي الإيراني للاتصالات ناهد 2 بصاروخ روسي. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.